أسود الأطلس تواصل الزائرة في أولمبياد باريس بعد أن أمطرت شباك أسود الرافدين بثلاثية نظيفة، ومتصدرين للمجموعة الثانية ب6 نقاط بفوزين على منتخب الأرجنتين والعراق وهزيمة أمام أوكرانيا. عندما تصطدم الأسود تكون المباراة حامية الوطيس بين الطرفين، ولكن أسود الأطلس كانت أكثر شراسة وتركيزا منذ بداية اللقاء بفضل التركيبة البشرية المرعبة التي تضم أصدقاء العميد أشرف حكيمي. مع بداية اللقاء ضغط وسيطرة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي على المنتخب العراقي الذي ركن إلى الدفاع في محاولة للحفاظ على شباكه نظيفة، لكن المدافع المغربي أمير ريتشاردسون كان له رأي آخر، حيث حلق فوق الجميع معلنا عن أول أهداف للأسود في الدقيقة 19 بعد تمريرة حاسمة من الحكيم أشرف حكيمي. هدف ألهب حماس هداف المنتخب الوطني التاريخي والأولمبياد سفيان رحيمي الذي سجل الهدف الثاني للأسود والرابع له في البطولة في الدقيقة 28. الهدف الثالث جاء عن طريق عبد الصمد الزلزولي الذي رد سريعا على منتقديه وزلزل ثقة العراقيين في مقارعة أسود الأطلس. في الشوط الثاني اكتفت الأسود بالسيطرة الميدانية وتهدئة إيقاع المباراة رغم التغييرات المبكرة التي أجراها مدرب العراق بعد تلقيه ثلاثية غير متوقعة. أسود الأطلس حققوا التأهل والصدارة، ومن الآن عيونهم على المنافسة على الذهب الأولمبي في أولمبياد باريس، فهل سيكتبون تاريخا جديدا للكرة المغربية والعربية والإفريقية كما فعلوها في قطر؟